السلام عليكم ابطال تالتة ثانوي، عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا في احسن حال. زي ما كنا معاكم السنة اللي فاتت وشرحنا منهج التاريخ لتانية ثانوي، السنة دي ان شاء الله برضه مكملين معاكم ومش هنسيبكم وهنشرح معاكم منهج تاريخ تالتة ثانوي. عايزكم يا ابطال تركزوا معايا كده علشان تاريخ تالتة غير اي تاريخ انت اخدته قبل كده. تاريخ تالتة ثانوي بيتكلم عن تاريخ مصر والوطن العربي الحديث والمعاصر، وهو منهج طويل شوية. لا هو بصراحة طويل شويتين، بس ان شاء الله معانا هيكون شرحه جميل وممتع، والشرح بتاعنا هيكون مختلف شوية عن السنة اللي فاتت. ازاي يعني يا مستر؟ مش فاهم. يعني مثلا احنا هنشرح كل جزء في الدرس وهناخد عليه كام سؤال، بحيث انك تكون عارف ازاي الاسئلة مع تاجي على الجزء ده، وبكده تبقى انت فهمت الشرح وكمان عرفت ازاي تحل الاسئلة عليه. وده طبعا غير فيديوهات الاسئلة وورش الحل اللي هنحلها مع بعض طول السنة. تعالوا بقى ما نطولش اكتر من كده ونشوف الفصل الاول معانا في المنهج بيتكلم عن ايه. الفصل الاول معانا بيتكلم عن الحملة الفرنسية على مصر والشام من عام 1798 إلى عام 1801. الحملة الفرنسية على مصر والشام، أيوة. طب وايه اللي جاب الفرنسيين عندنا؟ هقول لك، بس قبل ما اقول لك عايزك تبقى عارف ان مش دي المره الاولى اللي فرنسا حاولت فيها تحتل مصر. يعني يا مستر كان في محاولات قبل كده؟ ايوه، كان معانا 3 لويس ال14 ولويس ال15 وكمان لويس ال16. تعالوا بقى نشوف كل ملك فيهم ليه كان عايز يحتل مصر. رحنا للملك لويس ال14 قلنا له يا لويس يا 14 انت ليه عايز تحتل مصر؟ قال لنا بصراحه علشان اضرب التجارة الهولندية اللي في الهند واللي كانت بتمر عن طريق مصر. لا معلش ثواني نفهم. طبعا احنا كلنا عارفين ان موقع مصر استراتيجي بيطل على البحر المتوسط والبحر الاحمر، فكانت السفن التجارية مع تاجي من اوروبا ناحية البحر المتوسط وتعدي من مصر على البحر الاحمر وتروح بقى الهند ودول شرق اسيا. فقال لك انا لو احتليت مصر بكده هبقى قطعت طريق التجارة بين هولندا والتجارة بتاعتها في الهند. يعني كده يا مستر نقدر نقول ان كان هدف لويس ال14 من احتلال مصر هو هدف اقتصادي بالظبط كده لضرب التجارة الهولندية في الهند. طيب تعالوا بقى نشوف الملك لويس ال15. بيقول لك الملك لويس ال15 لما فكر يحتل مصر ما كانش عن طريق ارسال حملة عسكرية. امال هيحتل مصر ازاي؟ قال لك هي مصر تبع مين؟ قالوا له تبع السلطان العثماني. قال لهم خلاص انا هطلب من السلطان العثماني انه يتنازل لي عن مصر مقابل المال. واستغل ان في نفس الوقت ده الدولة العثمانية كانت في حرب مع روسيا، ولكن طبعا رفض السلطان العثماني وفشلت محاولة لويس ال15. طيب احنا ينفع نقول ان محاولة لويس ال15 للاستيلاء على مصر كانت بطريقة عسكرية؟ اكيد طبعا لا، ده كانت بطريقة دبلوماسية يعني من غير حرب. طيب تعالوا بقى نشوف الملك لويس ال16 وقلنا له ليه انت عايز تحتل مصر؟ قال لنا انا عايز اسهل التجارة بين فرنسا ودول شرق اسيا عن طريق مصر بدلا من الدوران حول افريقيا. طبعا احنا عارفين ان في طريقين بيوصل دول اوروبا بدول شرق آسيا. الطريق الأول هو الدوران حول أفريقيا واللي كان اسمه طريق رأس الرجاء الصالح، وطبعا الطريق ده صعب وبياخد شهور كتير، وغير كده كانت بتسيطر عليه انجلترا. والطريق الثاني عن طريق مصر وهو زي ما لسه قايلين السفن التجارية تاجي عن طريق البحر المتوسط تعدي من مصر إلى البحر الأحمر، والطريق ده كان أسهل بكتير من الدوران حول أفريقيا. يبقى برضو نقدر نقول إن هدف لويس ال16 من الاستيلاء على مصر كان هدف اقتصادي. ورابع واخر محاولة كانت بعد الثورة الفرنسية في عام 1789 بقيادة نابليون بونابرت، وهي دي بقى المحاولة الوحيدة اللي نجحت واللي هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شوية. تعالوا كده هناخد كام سؤال على الجزء ده نشوف ازاي الاسئلة بتاجي في الامتحان. السؤال الاول بيقول لك ترجع فكرة الملك لويس ال16 للسيطرة على مصر الى رغبته في نقط. هل بقى علشان تفادي خطر انجلترا وحلفائها، ولا تأمين تجارة فرنسا من خطر العثمانيين، ولا السيطرة على طريق التجارة العالمية، ولا سرعة نقل المنتجات والبضائع مع الشرق؟ طيب هو لويس 16 كان ليه عايز يحتل مصر؟ هتقول لي يا مستر انت لسه قايل لي علشان يسهل طريق التجارة بين فرنسا ودول شرق آسيا بدل الدوران حول أفريقيا اللي كانت بتسيطر عليه انجلترا. طيب تنفع الإجابة ألف تفادي خطر انجلترا وحلفائها؟ سامع طالب بيقول لي ممكن. هقول لك غلط يا عزيز
عزيز الطالب، هنا بقى هو خدعك في الإجابة. لو تفادي خطر إنجلترا لوحدها تنفع، لكن وحلفائها كده بقت الإجابة غلط. طب الإجابة ب تأمين تجارة فرنسا من خطر العثمانيين، هقول لك برضو لو شالوا العثمانيين وحطوا مكانها المماليك كانت تنفع، لأن اللي كان بيهدد تجارة فرنسا هم المماليك مش العثمانيين، وده اللي هنعرفه كمان شوية. طيب الإجابة جيم السيطرة على طريق التجارة العالمية. لا طبعا، طريق التجارة العالمية هو رأس الرجاء الصالح مش مصر. يبقى مش قدامنا غير الإجابة د سرعة نقل المنتجات والبضائع مع الشرق، وهي دي طبعا الإجابة الصح. هدف لويس ال16 انه يسهل التجارة بين فرنسا وبين دول شرق آسيا. طيب تعالوا كده نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك يستدل من تكرار أفكار ومحاولات احتلال فرنسا لمصر في العصر الحديث على نقط. ليه بقى تكررت محاولات فرنسا علشان تحتل مصر في العصر الحديث؟ هل بسبب عداء فرنسا للدولة العثمانية؟ أكيد طبعا لا، لأن الدولة العثمانية أصلا كانت دولة ضعيفة في ذلك الوقت، فما كانش في أي عداء بين فرنسا والدولة العثمانية. طيب سيطرة انجلترا على طريق التجارة العالمية برضو غلط. الكلام ده ينفع ينطبق على محاولة الملك لويس 16 بس، لكن ما تنفعش على كل المحاولات زي الملك لويس 14 أو 15. فالإجابة به برضه ما تنفعش. طب القوة العسكرية للدولة العثمانية، لسه قايلين إن الدولة العثمانية كانت دولة ضعيفة، حتى كانوا بيلقبوها برجل أوروبا المريض بسبب ضعفها. يبقى مش قدامنا غير الإجابة د الصراعات المستمرة بين فرنسا والدول الأوروبية، وهي دي الإجابة الصح. لأن لو رحنا شفنا لويس 14 كان عايز يحتل مصر علشان يضرب التجارة الهولندية، وهولندا دولة أوروبية. وبرضه لويس 16 كان عايز يضرب تجارة انجلترا، وبرضه نابليون زي ما هنعرف كمان شوية علشان يضرب تجارة انجلترا. طيب تعال بقى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك يمثل الصراع الاستعماري بين الدول الأوروبية في العصر الحديث في جوهره تنافسا نقط. هل بقى تنافسا سياسيا ودينيا، ولا تنافس سياسي واقتصادي، ولا اجتماعي واقتصادي، ولا دينيا وعسكريا؟ سامع طالب بيقول لي الصراع الاستعماري بين الدول الأوروبية يا مستر كان تنافس اقتصادي زي ما لسه قايل لنا. هقول لك زي الفل. وبعد الثورة الفرنسية زي ما هقول لك كمان شوية هيبقى تنافس سياسي كمان. يبقى الإجابة الصح هي به تنافس سياسي واقتصادي. والسؤال اللي بعده بيقول تعددت أفكار ومحاولات فرنسا للاستيلاء على مصر في العصر الحديث. يتضح في مضمون العبارة السابقة إن الهدف الرئيسي لفرنسا من تكرار هذه الأفكار والمحاولات نقط. هل بقى علشان رفع مكانتها السياسية، ولا إضعاف إنجلترا عسكريا، ولا زيادة قوتها الاقتصادية، ولا تقويض الدولة العثمانية؟ بص، تقويض الدولة العثمانية ما تنفعش، لأن أصلا الدولة العثمانية ما كانش في عداء بينها وبين فرنسا. والإجابة ألف رفع مكانتها السياسية برضو ما تنفعش، لأن أغلب محاولات فرنسا كانت بسبب مكانتها الاقتصادية. طيب الإجابة ب إضعاف إنجلترا عسكريا برضو غلط، لأن فرنسا أصلا كانت عايزة تضعف إنجلترا اقتصاديا مش عسكريا. يبقى مش قدامنا غير الإجابة جيم، وهي زيادة قوتها الاقتصادية، وهي دي الإجابة الصح. لأن أغلب محاولات فرنسا كان من ضمنها إنها تقوي الاقتصاد بتاعها. تعال بقى ندخل على الثورة الفرنسية نفسها. الثورة الفرنسية قامت في 14 يوليو 1789، وقامت على يد الطبقة الوسطى اللي هم أصحاب المصانع، وكان اسمهم الطبقة البرجوازية. وقدرت الطبقة البرجوازية أو الوسطى إنهم يتحالفوا مع عامة الشعب، أغلب الشعب يعني، وقاموا بالثورة. وفعلا الثورة نجحت وحققت نتائج هائلة، ومن نتائجها إنهم ألغوا الملكية وأعلنوا الجمهورية. يعني مفيش حاجة اسمها ملك ويورث الحكم لأولاده، الكلام ده انتهى. بقيت فرنسا جمهورية، يعني نعمل انتخابات علشان الشعب يختار الرئيس. وقضوا على الإقطاع. هي الإقطاع ده، الإقطاع يعني ناس تملك مساحات كبيرة من الأرض ويسيطروا عليها ويشغلوا الناس عندهم، الكلام ده برضو انتهى. وثالث نتيجة إعدام الملك لويس 16 اللي كان بيحكم فرنسا في الوقت ده. يعني قدروا يسيطروا على البلد لدرجة انهم يعدموا الملك نفسه. لما قامت الثورة الفرنسية ونجحت، ملوك أوروبا وخصوصا إنجلترا كانوا خايفين مبادئ الثورة توصل لهم ويحصل عندهم زي ما حصل في فرنسا، فشنوا حروب على فرنسا علشان يقضوا على الثورة الفرنسية.
الفرنسية ويرجعوا الملكية تاني، بس ما قدروش يعملوا حاجة، وفرنسا وقفت قدامهم كلهم وحققت هدفها. وبعد الثورة الفرنسية بالتحديد في عام 1798 فكرت فرنسا في احتلال مصر. ليه؟ هي الأسباب اللي خلت فرنسا تحتل مصر. أول سبب هو التنافس الاستعماري بين فرنسا وانجلترا. كانت فرنسا وانجلترا عاملين زي القط والفار، بيتسابقوا على مين يحتل دول أكتر علشان يسيطر ويكون أقوى. تاني سبب إن فرنسا كانت عايزة تضرب انجلترا نفسها لكن ما قدرتش لأن الأسطول الإنجليزي كان أقوى. ففكر نابليون إنه يهدد مصالحها باحتلال مصر، لأنه لما يحتل مصر هيتحكم في طريق التجارة بتاع انجلترا اللي رايح الهند واللي طبعا بيعدي على مصر. وتالت سبب تسهيل طريق التجارة الفرنسية، يعني تعدي تجارة فرنسا عن طريق مصر بدل طريق رأس الرجاء الصالح اللي بتسيطر عليه انجلترا. طيب كلام زي الفل. تعالوا بقى هناخد كام سؤال على الجزء ده. السؤال الأول بيقول لك أكثر نتائج الثورة الفرنسية عام 1789 التي عادت بالنفع على الطبقة الدنيا من المجتمع الفرنسي هي نقط. هل بقى إعلان نظام الحكم الجمهوري، ولا القضاء على النظام الإقطاعي، ولا إعدام الملك لويس السادس عشر، ولا ظهور قوة فرنسا العسكرية؟ هي بقى اللي نفع الطبقة الدنيا بعد الثورة الفرنسية. الإجابة الصح هتكون به، القضاء على النظام الإقطاعي. طيب السؤال اللي بعده بيقول تشابهت رغبة النظام السياسي الفرنسي في نهاية الحكم الملكي وولاية الحكم الجمهوري تجاه مصر في نقط. في نهاية الحكم الملكي يقصد به لويس الستاشر، والحكم الجمهوري يقصد به نابليون. هل بقى تشابه الاثنين في القضاء على سلطة حكام الأقاليم المصرية، ولا السيطرة على طريق رأس الرجاء الصالح، ولا زيادة الموارد الاقتصادية للخزانة الفرنسية، ولا مواجهة تهديدات انجلترا العسكرية؟ الإجابة الصح معانا هتكون جيم، زيادة الموارد الاقتصادية للخزانة الفرنسية، لأن لويس الستاشر ونابليون هما الاثنين تشابهوا في انهم عايزين يقووا اقتصاد فرنسا. طيب السؤال اللي بعده بيقول ابتعد نابليون عن ضرب انجلترا في عقر دارها بعد قيام الثورة الفرنسية، بينما رحب بقيادة حملة عسكرية على مصر عام 1798 ميلادي. يستدل من ذلك على نقط. هل بسبب رغبته في نشر مبادئ الثورة الفرنسية خارج أوروبا، ولا خشيته من نتائج سيطرة الأسطول الإنجليزي على مصر، ولا حرصه على استعراض قوة فرنسا أمام السلطان العثماني، ولا معرفته التامة بإمكانيات قوته العسكرية البرية والبحرية؟ نابليون كان عارف كويس إن الأسطول الإنجليزي أقوى أسطول بحري في أوروبا، فبالتالي مش هيقدر يضرب انجلترا في عقر دارها. يبقى الإجابة الصح معانا هي دال، معرفته التامة بإمكانيات قوته العسكرية البرية والبحرية. وبعد ما عرفنا أسباب احتلال فرنسا لمصر، عايزين نعرف إيه هي أحوال المجتمع المصري قبل الحملة الفرنسية. طيب لما نعرف أحوال المجتمع المصري هنستفاد إيه؟ هنعرف الظروف اللي شجعت فرنسا على احتلال مصر وأسباب الهزيمة، وده هيكون واضح لما نعرف الفرق بين المجتمع المصري الشرقي والمجتمع الفرنسي الأوروبي. في الوقت ده مصر كانت تحت الحكم العثماني وكانت ضعيفة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. تعال كده هناخدهم واحدة واحدة. هنبدأ بالحالة الاقتصادية. الحالة الاقتصادية يعني الفلوس، الحاجات اللي بتجيب فلوس للدولة. طب الفلوس كانت بتاجي منين؟ من الزراعة والصناعة والتجارة. أولا الزراعة، كانت الأرض كلها ملك للدولة، وكان في حاجة اسمها حق الانتفاع، يعني الفلاحين يزرعوا الأرض وينتفعوا بيها بعد تسديد الضرائب. وهي دي أهم حاجة، الضرائب. علشان الدولة تجمع الضرائب بكل سهولة عملت حاجة اسمها نظام الالتزام، يعني تعيين ناس ملتزمين بجمع الضرائب. كل واحد من الملتزمين ملتزم بناحية أو عدة نواحي لجمع الضرائب من الفلاحين بتوعها ويسدد للدولة. طب الراجل اللي هيجمع الضرائب ده هيستفاد ايه؟ الدولة كانت بتديله وصية. يعني ايه وصية؟ يعني قطعة أرض معفية من الضرائب ينتفع بيها ويستفيد منها. لكن الزراعة اتدهورت وتأخرت في الوقت ده بسببين، سبب من ناحية الفلاح وسبب من ناحية الدولة. أولا الفلاح الرجل الغلبان ده كان بيعاني من سلطة الملتزمين اللي بيجمعوا الضرائب للدولة، لأن الملتزمين كانوا بياخدوا منهم إتاوات، يعني فلوس تانية غير الضرائب، فما كانش مهتم بالأرض لأن اللي بيكسبوه بيدفعوا ضرائب وإتاوات. وكمان الأرض في الآخر مش بتاعته، مش ملكه، وتقدر الدولة تاخدها منه في أي وقت. ده من ناحية الفلاح.
والسبب الثاني من ناحية الدولة ما كانتش مهتمة بالري أو صيانة الجسور أو الترع أو حفظ الأمن، مع إنهم بياخدوا ضرائب المفروض إن هم اللي يصلحوا الحاجات دي، لكن ده ما حصلش. فكان لازم طبعا مع كل الظروف دي تتأخر الزراعة. وتاني حاجة الصناعة في مصر كانت صناعة يدوية بسيطة، يعني بيشتغلوا بيديهم، ما كانش في الآلات زي الآلات اللي موجودة في دول أوروبا. وكانت كل صناعة في مصر تسمى طائفة، وكان في واحد مسؤول عن كل صناعة اسمه شيخ الطائفة، زي شيخ النجارين وشيخ الحدادين وهكذا. الرجل ده هو همزة الوصل بين الحكومة وأصحاب الحرف، وهو المسؤول عن الإنتاج وجمع الضرائب من الصناع وتسليمها للدولة. أما في دول أوروبا زي فرنسا تم إلغاء نظام الطوائف لأن كان في ثورة صناعية عملت تقدم كبير في الصناعة. وثالث حاجة التجارة، كان فيه نوعين من التجارة، تجارة خارجية وتجارة داخلية. التجارة الخارجية اتدهورت واتأخرت. طب ليه؟ لتحويل طريق التجارة من مصر إلى طريق رأس الرجاء الصالح. إيه ده يا مستر؟ انت مش لسه قايل ان طريق مصر احسن؟ طب الناس ليه كانت بتروح الطريق التاني؟ اقول لك يا سيدي، لان كان في ساعتها نزاع ومشاكل بين المماليك اللي في مصر ومفيش امان، فكان الناس بيخافوا يعدوا من مصر، بيخافوا على نفسهم وعلى البضاعة اللي معاهم، وكانوا بيفضلوا يعدوا من طريق رأس الرجاء الصالح مع انه اطول بس فيه امن واستقرار. يبقى ما كانش فيه تجارة خارجية الا في اماكن قليلة بالنسبة لمصر زي حوض البحر المتوسط والسودان والحبشة وبلاد العرب واليمن. بس البلاد دي كانت فقيرة برضو والتجارة معاها ما بتجيبش فلوس كتير. كده عرفنا أحوال التجارة الخارجية. أما التجارة الداخلية اللي هي موجودة جوا البلد برضو اتدهورت واتأخرت. هو كله بايظ كده يا مستر؟ ما فيش حاجة كويسة؟ ما فيش يا ابني والله، هنعمل ايه؟ كله خربان. طيب ليه كانت التجارة الداخلية بايظة هي كمان؟ أول سبب إن ما كانش فيه أمن بسبب النزاع بين الفرق العسكرية، وكمان بدو الصحراء كانوا بيعملوا غارات متلاحقة، يعني هجمات كتير ورا بعض، فكان التجار بيخافوا على نفسهم وعلى البضاعة بتاعتهم. تاني حاجة عدم ثبات قيمة العملة في مصر كانت كل شوية تختلف، وده بيخلي سعر الحاجة يختلف. يعني الحاجة اللي ب5 جنيه بكرة تبقى ب3، بعده تبقى ب6. السعر مش مستقر، وده بيوقف التجار لأن التجار بيخافوا من الخسارة. ثالث حاجة اختلاف المكاييل والموازين، يعني منطقة مثلا توزن بالكيلو ومنطقة تاني توزن بالرطل، والحكاية دي مش بتخلي الموازين مظبوطة من مكان لمكان، ممكن تخسر التاجر. وتدهور التجارة خلى الأجانب هم اللي يسيطروا على التجارة في مصر. ليه؟ اشمعنى الأجانب يعني؟ أولا لأن الدولة العثمانية كانت بتديهم امتيازات وحماية خاصة، يعني ما فيش حد يقدر يقرب من التجار الأجانب، والأجانب استغلوا الفرصة وتاجروا بحرية وأمان. كده عرفنا إن الحالة الاقتصادية في مصر كانت بايظة خالص. وزود البيظان إن مصر كانت بتبعت الضرائب المفروض عليها وكمان الهدايا للسلطان العثماني، بدل الفلوس دي ما تبقى للدولة ونعمل بيها حاجة مفيدة، لا كانت بتروح هناك في جيب السلطان العثماني. كده اتكلمنا عن الحالة الاقتصادية اللي هي الزراعة والصناعة والتجارة، ودلوقتي هنتكلم عن الحالة الاجتماعية، يعني المجتمع المصري كانت حالته ايه في الوقت ده. انقسم المجتمع المصري الى طبقتين، طبقة الحكام وطبقة المحكومين. طبقة الحكام اللي هم الاتراك والمماليك، وكان في ايديهم الحكم والفلوس، والناس دي كانت عايشة في عزلة، يعني مش مهم عندهم مصالح الشعب. والطبقة الثانية هي طبقة المحكومين اللي هم الشعب المصري، والشعب كان فيه شريحة وسطى اللي هم المشايخ والتجار والعلماء، يعني حالتهم كويسة شوية. والشريحة الثانية هم الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الناس، وكانت حالتهم صعبة وبيعانوا من الفقر والحاجة. وانتشر في مصر الجهل والخرافات والشعوذة، زي نشوف البخت ونضرب الودع ونعمل له عمل على رجل جمل والجو ده. وما كانش في علم إلا في الأزهر الشريف اللي اقتصر على علوم الدين بس. كده عرفنا الحالة الاجتماعية. ونروح على الحالة السياسية. كان نظام الحكم في مصر بيتكون من 3 إدارات، الوالي والديوان والبكوات، وكانت كل إدارة بتراقب الثانية. الوالي بيعين السلطان العثماني ويعتبر نائب عن السلطان في مصر، بس على فكرة الديوان كان أقوى منه، لأن الديوان كان مهمته مراقبة الوالي ومن حقه كمان يعزله، وما دام يقدر يعزله يبقى سلطته أكبر من الوالي، ودي حاجة غلط طبعا. ما ينفعش يبقى الديوان أقوى من الوالي، لأن كده الوالي لازم يسمع كلامه علشان يحافظ على منصبه. ثالثا البكوات اللي هم المماليك اللي مهمتهم إدارة شؤون الأقاليم، لأنهم عندهم خبرة في حكم مصر. وكان النظام العثماني مليان عيوب. أول عيب إن مدة حكم الوالي كانت قصيرة، فكان كل همه إنه يجمع أكبر قدر
قدر من المال في المدة دي ويستغل المنصب على قد ما يقدر لأنه مش هيطول كتير. وتاني عيب إن الديوان والحمية العسكرية كان ليهم سلطة كبيرة. الديوان كان يقدر يعزل الوالي ودي سلطة كبيرة، والحامية العسكرية اللي هم الجيش اللي بيحافظ على الأمن سلطة كبيرة برضه، وده خلاهم يحاولوا يوصلوا للحكم وشجعهم على كده ضعف الدولة العثمانية. فقدر المماليك إنهم يسيطروا على الحكم لدرجة إن زعيم المماليك اللي كانوا بيسموه شيخ البلد قدر يوصل للحكم فعلا أيام علي بك الكبير. تعال نشوف علي بك الكبير عملية. الراجل ده استغل فرصة انشغال الدولة العثمانية في الحرب مع روسيا وحاول الاستقلال بحكم مصر. يعني عملية يعني هقول لك اهو اصبر عليا. عزل الوالي العثماني وقال له روح على بلدك ومش عايزين حد غيرك، احنا كده تمام. ومنع دفع الخراج اللي هي الفلوس اللي كانت بتروح للدولة العثمانية وقال لهم مالكمش حاجة عندنا، وضرب النقود باسمه يعني غير الفلوس وعمل فلوس تانية وكتب اسمه عليها. وكمان قال لهم انا مش هاخد مصر بس، انا هاخد كمان الحجاز والشام وهيبقوا تحت سلطتي. وارسل النائب بتاعه اللي هو محمد بك ابو الدهب عشان يغزو الشام، وفعلا قدر يدخل دمشق. كل ده يطلع منك يا عم علي مع ان شكلك كيوت وطيب. المهم بعد ما عمل كل ده وتعبنا معاه فشلت الحركة والضربة جات له منيا من صاحبه وحبيبه اللي هو محمد بك ابو الدهب. غدر بيه لانه راح للسلطان العثماني واتفق معاه ضد علي بك الكبير، ورجعت مصر ولاية عثمانية بعد حكم محمد ابو الدهب. والفترة دي اللي هي فترة محمد بك ابو الدهب حصل فيها صراعات كتير بين المماليك واتدهور الاقتصاد وباظ اكتر وقلت التجارة الخارجية اكتر وحدود البلاد بقيت غير محصنة لمواجهة اي اخطار خارجية، ولان المماليك مش فاضيين وقوتهم كلها رايحة في الصراعات الداخلية اللي بينهم. ده طبعا شجع الفرنسيين وخلاهم ياجوا ويحتلوا مصر. وبكده يبقى الدرس الاول خلص، وفي الدرس الثاني هنعرف ازاي الحملة الفرنسية وصلت على مصر وقدرت تحتلها. فعلشان كده يا ابطال ما تنسوش تشتركوا في القناة وكمان تفعلوا زر الجرس علشان اول ما ننزل الدرس الثاني تعرفوا على طول وتشاهدوه. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.